عندما أتحدث أحبابي عن نفحة من نفحات الإيمان للعبد في الحياة يوم أن يخلو بربه، لأننا في زمن أحبابي كثرت خلطة الخلق، وصار بعضنا يجلس على طيلة الأسابيع كل ليلة في استراحة، في مقهى، في شاليه، في طريق، في مخطط، في حديقة، يبحث عن الخلق من يخفف لوعته، ومن يبحث له عن أطايب الحديث لكي يأنس. أما وربي لو أن الوقت الذي نقضيه في أواخر الليل غالبا مع الأصدقاء ومع الخلان نقضيه مع رب الأرباب في جوف ليل لا يراك فيه أحد. إذا أرخى الليل سدوله كنت خلف الظلمات وفي زاوية قصية لا يراك أحد، وتناجي العظيم الجليل الرقيب الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن جل وعلا، تناجيه وتخاطبه وتبتهل بين يديه وتعترف بين يديه بذنبك، وتخرج الدمعة اللي هي أغلى ما يملك العبد في الحياة. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الدمعة في الخلوة مع الله تساوي لذائذ الدنيا كلها. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا. ولاحظ قيد خاليا وصفة خاليا، لا ينتظر من أحد من الخلق أن يثني على دمعته، ولا أن يثني على طول سجوده، ولا ينتظر من الخلق أن يمدحوه ولا يأخذوا له الصورة من بعد، ولا أن يثنوا عليه في المجالس: فلان عابد، فلان تقي، فلان صاحب قيام ليل، فلان صاحب صيام النهار. لا ينتظر من الخلق، يختفي عن الخلق ليخلو له طريقه إلى رب الخلق جل وعلا. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أحبابي، الخلوة بالله معناها أن يفهم العبد أن الذي خلقه واحد، وحتى يكون واحدا لهذا الواحد جل وعلا، وحتى يخلص له العبادة لا بد أن يكون معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى تقواه، والخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، ومع الذين أحسنوا. والإحسان هو الإتقان والمراقبة، وهي أعلى مراتب الدين: إسلام فإيمان فإحسان. الله مع أولئك الذين يعبدونه كأنه يراهم أو كأنهم هم يرونه. منزلتين عظيمتين في المراقبة. هؤلاء ما يهمهم الخلق ولو اجتمعوا في عدائهم. هؤلاء الذين مع الله لو تخلى عنهم الخلق عن بكرة أبيهم والله لا يستوحشون. لو ساروا في الطريق إلى الله وتلفتوا يمنة ويسرة وما وجدوا معهم أحد، والناس يقول يا مطوع يا خبل، الناس يبنون، الناس يتزوجون، الناس يعمرون، والناس يدرسون ويتوظفون، وهو عنده وظيفة وعنده رزق وعنده زوجة، لكن شغفه وحبه وشوقه إلى الله قطع الشوق إلى ما سواه، قطع الشوق عما سواه. وهؤلاء المخبتين المنيبين المستجيبين المنكسرين هؤلاء مع الله والله معهم. ولذلك تجد في وجوههم نور، في قلوبهم طمأنينة، في صدورهم جنة. إي والله جنة، لا يعرفون طريق الاكتئاب ولا الوحشة ولا الضيق، ولا يخافون، مطمئنين بقربهم من الله. الخلوة مع الله أن تكون قريبا منه، أن تتحين الساعات التي تخلو فيها عن الخلق.